أوفاركس هو ملك مرسيا بين عامي 757 إلى 796، وقد كان أحد أكثر ملوك الجزيرة البريطانية هيبة في زمانه، ولكن الكنيسة جعلت المؤرخين يتجاهلونه بسبب إسلامه، مما تسبب في قلة المصادر التي تتحدث عنه، رغم مساهمته في توحيد الممالك الأنجلو-ساكسونية السبع وجهوده في الإنعاش الاقتصادي ونشر الأمن. برغم بعض الغموض التاريخ، هناك بعض الدلالات القوية أنه كان مسلماً، حيث ظهرت إحدى العملات المعدنية في بريطانيا التي تعود إلى مرحلة الحكم الأنجلو-ساكسوني، ووجد بها جملة لا إله إلا الله وحده لا شريك، وإلى جوارها محمد رسول الله، وكتب بعد ذلك الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق